مساء الخير أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة المنيرة الفضائية. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كبسولة دليفري. النهارده جات لي الأسبوع اللي فات بعد حلقة الثقة بالنفس. أنا كنت قلت شوية حاجات كده ازاي نعزز ثقتنا بنفسنا، بس كان في ناس طلبت مني ان انا اقدم حلول وازاي انا اعالج نفسي بنفسي. تمام، فانا قررت اعمل الحلقه دي تاني علشان خاطر الناس اللي قالت لي. طبعا يعني انا بتبسط قوي لما حد بيبعت لي ويقول لي عايز حاجه، بكون فخوره ان انا بعمل ده معناه ان البرنامج ناجح جدا بيكم ومكمل برضو بيكم. فانا عملت لكم نقط بسيطه جدا هنمشي عليها علشان نعرف نعالج نفسنا بنفسنا. لو انا ما عنديش ثقه بنفسي، ازاي اقوي ثقتي بنفسي وانا في البيت؟ تمام، طبعا مش كل الناس عندها الامكانيه ان هم يروحوا لحد يساعدهم في ده، ولكن انا هسهل عليكم الموضوع خالص. اول حاجه هنعمل شويه حاجات بسيطه قوي كده. هنبتدي بشكلنا الخارجي. تمام، اول حاجه اعملها علشان يكون عندي ثقه بنفسي، اكون حابه نفسي وقبلها. طيب ازاي؟ اول حاجه البس حاجه انا بحبها. تمام، اعمل تسريحة شعر انا بحبها وشايفة نفسي حلوة فيها. لو انا مش عارفة، ممكن اشوف على اليوتيوب مثلا او اي فيديوهات كده ازاي اغير من تسريحة شعري واجرب وانا قاعدة في البيت، طالما انا مش ورايا حاجة او عندي وقت ان انا اعمل ده. اجرب اشوف التسريحة دي لايقة فيا ولا لا، اخد صورة بيها. ممكن لو اخد رأي جوزي، اخويا، ماما، بابا، اي حد انا بثق فيه، ايه رأيك في شكلي في الصورة دي؟ تمام، بس لازم يكون حد بنثق فيه يعني عشان يقول لنا الحقيقة. ممكن ابتدي البس زي ما قلت حاجة انا بحبها، اعمل ضوافري، احط ميك اب. لو انا ولد البس لبس اللي انا شايف نفسي فيه، بس بلاش نمشي ورا الترند والحاجات المقطعة والبناطيل الساقطة والحاجات دي كلها ما بتبقاش حلوة. ده انت كده مش بتثق في نفسك، ده انت كده بتشوه نفسك للأسف يعني. تمام، في طريقة مشيتي بقى، يعني اول حاجة ههتم بشكلي، قصة شعري لو انا ولد او بنت. لبسي هلبس حاجة انا بحبها. هختار الحاجات اللي تليق عليا والالوان اللي تليق عليا. لو انا مش عارف اعمل ده، في حاجات برضو هبقى اجيبها لكم ازاي تتعلموا منها ازاي تلبسوا وازاي تسرحوا شعركم وازاي تحطوا ميك اب وازاي تختاروا الحاجة اللي تليق على ذوقكم اصلا يعني. هنيجي بقى لأبسط حاجة في جسمي أو شكل مشيتي. وأنا ماشية أبقى فاردة ظهري كده، يعني بلاش أبقى ماشية لا، أمشي وأنا مستقيم. طيب أنا عندي من كتر ما أنا منحني أو ببص في الموبايل أو في اللابتوب أو شغلي أو ماشي عامل كده، هو ظهري خلاص اتقوص كده بقى موجود كده. في تمارين رياضية بنعملها كل يوم هتفرد الحتة دي معاكم. طول ما انا ماشي وشي لفوق، بلاش ابص في الارض، لا عيني لقدامي. ليه؟ انا مركز على طريقي. تمام، واحده واحده هتيجي، بس انتوا جربوها. ممكن تبداوا في ده لو انتوا بتتكسفوا قوي، جربوها في البيت هتلاقوها بتفرق معاكم قوي. تمام، فكر، التفكير بيفرق. فكر ان انت حلو ومقبول. لا، انا واثق من نفسي، انا واثقه من نفسي، انا بعملش حاجه غلط، انا في المكان الصح، انا قويه، انا هعرف هعمل اللي انا عايزاه. كل الكلام الايجابي اللي انت بتقوليه لنفسك واللي انت بتقوله لنفسك ده بيعزز ثقتك بنفسك وبيخليك من جوه كده ايه، انا من جوايا واثقه من نفسي كده. عارف انت لما تشوف موقف وتبقى بتتكلم فيه بثقه قوي، ليه؟ لان انت شفت الموقف بعينيك، ده انا شفته بعينيا، وبتتكلم بكل ثقه دي. فانت قول لنفسك الحاجه دي. كل ما تقول لنفسك كلام ايجابي وحلو ومشجع، ده هيطلع على شخصيتك وهيبان فيها. من الحاجات اللي بتخلينا ثقتنا بنفسنا عاليه قوي، احدد اهدافي، ما بقاش عشوائي. انا رايح هنا، عارف انا رايح المكان ده ليه، وهقعد كام وقت قد ايه، وعشان مين، وايه الحاجه اللي انا هستفاد بيها، وايه الحاجه اللي هتضيف لي، وايه الحاجه اللي مش هتبقى مهمه قوي. طول ما انا رايح اي مكان لازم اكون عارف انا رايحه اعمل ايه، مش رايحه شويه وخلاص. اصل انا صاحبي قال لي تعالى معايا،
اصل انا صاحبتي قالت لي في حفله حلوه وبتاع وتعالي نروح. اصل انا مش عارفه مين قال لي عيد ميلاد وتعالوا هتتبسطي ونغير جو كده. طب انا رايح ليه؟ هننزل مش عارف نعمل ايه وكده وخلاص، هنتمشى وخلاص، تغيير وخلاص، اي حاجه وخلاص. دي ما سلبيه. انا فاضي، انا ما عنديش وقت، ما عنديش حاجه اعملها، فانا يلا. هتلاقي نفسك بتعمل حاجات غلط اساسا. فحدد اهدافك، حط اولويات لنفسك. انا رايح هنا عشان اعمل كذا، انا قاعده في المكان ده علشان عايزه منه حاجه، انا قاعده هنا عشان هستفاد بالحاجه دي، انا رايحه اكل الاكله دي عشان بحبها عشان هتبسطني، انا رايحه لصاحبتي علشان هنذاكر بس هنذاكر، انا رايحه عشان اغير جو فهروح المكان اللي مريح نفسيا. انا ممكن اكون رايحه اغير جو في مكان او حاجه، اروح في مكان اصلا كله مشاكل وزيطه ودوشه ومناظر مش اللي هي، فبدل ما اغير نفسيتي واغير جوي وافرفش نفسي احبط نفسي واجيب لنفسي حاجات كتيره انا في غنى عنها. فلازم تكون محدد اهدافك في الحاجات الصغيره قبل الحاجات الكبيره. تمام. خليك ايجابي، خليك ايجابي، خليك ايجابي ومتفائل. طول ما انت ايجابي ومتفائل يعني اي موقف سلبي هيعدي. لكن لو انا نازله متنكده ومش طايقه دبان وشي زي ما بيقولوا كده، اي موقف حتى لو مش غلط هتضايق واتعصب واعمل مشكله وخلاص. تمام. بلاش اقول الترددات، العبارات المتشائمه دي اللي هي مثلا انا فاشله، اصل ماما قالت لي انا فاشله، اصل كلهم بيقولوا لي ان انا فاشله فخلاص انا فاشله. لا، هم عايزينك تصدقي، هم عايزينك تصدق ان انت فاشل، لكن انت مش فاشل. ربنا ما بيخلقش حد فاشل، بس انت اللي اقنعت نفسك وريحت دماغك. يعني بص من السلبيات بقى الحاجه اللي ليك انت اللي مش عايز تعمل على فكره. فجايب ان هم بيقولوا لك ان انت فاشل، دي شماعه انت بتعلق عليها فشلك اصلا يعني. لكن مفيش حد فاشل، لو عايز تنجح هتنجح، زي ما انت لو عايز تعمل غلط بتعمله. تمام. بلاش انا حظي وحش، حاجه اسمها حظي حلو، مفيش حاجه اسمها حظي وحش. لا، انت اعمل اللي عليك وصدقني هتلاقي نتائج. حتى لو بتعمل حاجات كبيره بس بتحقق نجاحات صغيره فانت في حد ذاته كده ده نجاح. مش لازم اقارن بدايتي مع موسم حصاد الاخرين. لا، مش فلان بقاله 10 سنين بيشتغل والنهارده بقى في مكانه مرموقه وحلوه وانا اللي لسه بطلع السلم، لا ده انا عايزه ابقى زيه. مفيش الكلام ده. انت بتشوف الصوره اللي من بره بس، لكن ركز على نفسك وحط هدف وامشي خطوات مستقيمه عليه وخطوات متدرجه واحده واحده مترتبه، هتعرف توصل اللي انت عايزه واكتر. تمام. من الحاجات المجنونه شويه اللي احنا هنعملها ان احنا هنبتسم قدام المرايه الصبح كل يوم. كل يوم وانا بعد ما بغسل وشي وبلبس لو بحط ميك اب او اي حاجه ابتسم. انا اول وش بصطبح بيه هو وشي، فهبقى كشريه ما مش ناقصه نكد. فخلينا لزاز كده مع نفسينا، وانت بتصلحي قدام المرايه او انت واقف قدام المرايه ابتسم كده. ايوه انت امور حلو، انا حلوه، انا اموره برضه يعني. قول لنفسك كلام حلو. تمام. هندور على حل لسبب المشكله. هنعمل ايه؟ اول حاجه هنقعد نتامل مع نفسنا ونشوف، ناخد نفس عميق كده في قعده صافيه بعيد عن الدوشه، بعيد عن الناس، بعيد عن اي حاجه. ونفكر كده، نتامل مع نفسنا انا بحب ايه، انا نفسي في ايه، انا بطمح لايه، واسجل ده. لو مش هسجل، لو انت ذاكرتك او ذاكرتك حلوه ماشي خليك فاكر، بس الافضل ان انت تدون علشان لربما تنسى او تنشغل او حاجه وتنسى اصلا انت كنت بتعمل ايه. تمام. هنا بقى بعد ما هناخد الخطوه دي ونخلص ونقعد مع نفسنا وخلاص عرفنا السبب وعرفنا الحاجات المقاس اللي احنا عدينا عليها، خدنا قرار ان احنا هنبطل ده. خلاص هعمل وقفه مع نفسي وانا من هنا ورايح انا ملكي نفسي بقى، انا اللي هقول وانا اللي هعمل وانا اللي هنجح نفسي، وانا اعتبر ان مفيش غيري انا في الكوكب. حلو كده، حلو كده. هركز على مستقبلي. تمام. مش هفكر في الماضي، خلاص دي صفحة واتقفلت. هركز على مستقبلي، هحط في دماغي للمرة المليون الغلط اتعمل علشان اتعلم منه. محدش نجح من غير اخطاء. وعلى فكرة اللي بيقولك انا نجحت من غير ما اغلط ده
بعيدا عن ان هو فشار يعني. ده نجاح مؤقت مش دائم، او بيسرق النجاح، او مش حقيقي، او واهم نفسه. تمام. ان الانسان اتوجد للبذل والعطاء، يعني مش اخد 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 وما اديش، لا اخد ودي اخد ودي. ليه؟ لان هي الحياة مشاركة. تمام. افكر بايجابية واقرب من الناس الايجابية واتعامل بايجابية وكل حاجة ايجابية. ابعد بقى عن العكس السلبي والتفكير السلبي، ولو جالي انتقده او اللي هو اما افكرش فيه، ابعد تفكيري في اي حاجة تانية بعيد عن الفكر السلبي ده، لان ده بيأخرنا. اقرب قوي من المتفائلين والايجابيين. تاني، اقرب قوي من المتفائلين والايجابيين، لان الشخص الناجح بيبقى اصحابه كل اللي معاه ناجحين. الشاطر يعني لو حد مش شاطر فتلم على مجموعة او تصاحب على مجموعة شاطرة، فبيبقى في غيرة ايجابية. انا عايزة ابقى شاطر فهذاكر زيهم وهم هيساعدوني على ده. تمام. ابعد عن المتشائمين زي ما قلت. اقنع نفسي ان انا عندي القوة ان انا اقدر اتغير. ليه؟ لان احنا قلنا بطبيعتنا احنا البشر كده، انا عايز هعمل، انا مش عايز مش هعمل، انا ماليش مزاج ماليش مزاج. ومفيش حد بيبقى عايز حاجة ما بيعملهاش. تمام. احول المشاعر الداخلية اللي هي السلبية لمشاعر محفزة. لا انا فشلت مش مشكلة، فيها ايه لما افشل؟ هتعلم تاني، اشوف انا غلطت في ايه والمرة دي اغيره. استثمر وقتي صح، اعمل جدول لنفسي لو انا ماشيه عشوائي، حتى لو هعمل حاجه بسيطه واحده بس ايجابيه في اليوم، دي بدايه حلوه جدا. بس اعمل جدول اشوف انا عايز اعمل ايه، وده بيساعدنا ويفكرنا ان احنا نمشي صح دايما. انمي مهاراتي المكتسبه، العب رياضه، اتعلم رسم، اعمل حاجه انا بحبها واكتسب مهارات جديده. لو انا خلاص اكتفيت بالقديم، لا اكتسب حاجات جديده، احب نفسي زي ما هي واقبلها. نقطة مهمة جدا، ما قلدش حد، ما قلدش حد. كل انسان بيتناسب مع نفسه مع شخصيته، وده سر السعادة الاول، ان اعرف ان انا شخص مميز ومفيش حد شبهي في الكوكب خالص. فانا كده فريد من نوعي ومميز جدا. فعشان كده يكون عندي ثقة بنفسي لو عرفت اقنع نفسي بده واصدق ده، لان هو فعلا دي حقيقة. ربنا عاملنا كل واحد لوحده مش شبه التاني خالص. زي برضو بصمات ايدينا، المواجهة اللي احنا بنخاف نواجهها، لا نواجه نفسنا ونعمل تحدي مع نفسنا علشان خاطر نفسنا بطريقة مدروسة وواعية، ونمشي على الخطوات اللي احنا قلناها. ادور عن قدوة حسنة. لو انا مش عندي حد مثلا في المحيط بتاعي، اشوف اكيد هلاقي حد كده يعني يكون حد انا نفسي اكون شبهه او نفسي اتعلم منه حاجة واروح له، واكيد هيساعدني. تمام. وانا لازم اقدر ده واقدر نفسي كويس قوي، علشان انا غالي جدا وربنا عملني مميز مش حاجة تانية. دي نهاية حلقتي معاكم، بس استنوني المرة اللي جاية في موضوع جديد وحلقة قوية بيكم. كنت معاكم ريهام بشرى وبرنامج كبسولة دليفري.